السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ طيبين؟ معكم أخوكم فالح أو فتى. اليوم جايبين لكم بأول حلقة من سلسلة قصص مع فالح. بإذن الله قصتنا اليوم راح تكون جدا خفيفة، والقصة واقعية يا جماعة الخير، والقصة فيها موعظة وفيها يعني شيء مفيد إن شاء الله للمجتمع. أنا لو يشوفون المقطع 50 ولا 30 ويستفيدون منها أنا راضي جدا. قصتنا اليوم يا جماعة الخير تعود إلى جمهورية مصر في عام 1984. كان فيه أسرة جميلة متماسكة، زوج وزوجة وعندهم 3 بنات. كانوا عايشين حياتهم ومثل باقي الأسر يعني مبسوطين والدنيا ماشية على ما يقولون. بعد فترة الزوجة لاحظت على زوجها بدأ يتخلف في المواعيد، بدأ ما يهتم بالدوام. بعد فترة الآدمي ترك عمله. بعد فترة اكتشفت الزوجة أن الزوج وللأسف بسبب أصدقاء السوء بدأ أنه ينحرف إلى المخدرات والعياذ بالله. بعد فترة صارت مشاكل بين الزوج والزوجة. صار الزوج طبعا أكيد هو ترك عمله فما راح يكون عنده دخل، فصار ياخذ من زوجته. بعد فترة الزوجة صارت تمنعه لأنه شيء يضره، فصار فيه عنف، صار يضرب زوجته، صار يحاول ياخذ منها. فبعد فترة الزوجة أيأست منه وشافت أنه من مصلحتها ومصلحة بناتها ال3 أنها تتركه تعيش حياتها، تكمل حياتها يعني. والأم قلبها على بناتها واجتهدت واشتغلت في محل صالون نسائي يا جماعة الخير. المسكينة تعبانة وتشتغل عشان تقدر توفر لقمة عيش لبناتها ال3. طبعا البنات كلهم صغار إلا واحدة كانت تقريبا في مرحلة الجامعة. البنت هذه طبعا أنا ما راح أخذ أسماء حقيقية، ولكن فرضا خلينا نقول اسمها مريم. مريم تدرس في الجامعة وعند والدتها أنها مستقيمة وأمورها طيبة. فالوالدة تداوم من الصباح ولا ترجع للبيت إلا الساعة 1-2 بالليل، حاول أنها توفر مبلغ يقدر يعيشها هي وبناتها في الشقة اللي هي أخذتها. تدفع لها أجار شهري، فلازم أنها تضغط نفسها شوي عشان مصلحة بناتها. مريم إذا أمها طلعت وخرجت من الجامعة، مريم ما ترجع البيت على طول. مريم على ما يقولون العرق دساس، بدأ العرق يشتغل من جهة أبوها. فصارت مريم والعياذ بالله طاحت في المخدرات، طاحت في الخراب، طاحت في أشياء ثانية، وإلى الآن الوالدة ما تدري. في يوم من الأيام الوالدة قررت أنها تجي بدري لأي سبب من الأسباب. جات البيت الساعة 11، يا والله مريم مو موجودة. استنت، مريم وينها؟ تتصل بمريم، مريم ما ترد التلفون. والوالدة قلبها على بنتها، ما نامت الوالدة، قعدت تنتظر وتنتظر وتنتظر. جت الساعة 2 إلا ومريم داخلة مع الباب والعياذ بالله في حالة سكرة، يعني البنت سكرانة. فأكيد شيء يوجع في قلب الأم. فالأم هزأتها، ضربتها، تحاول أنها ترجعها لرشدها. فكطريقة من الأم أنها تحافظ على بنتها أخذت بنتها معها للصالون عشان تشتغل معها وتحاول قدر الإمكان أنها تبعدها من طريق الشر. ولكن بعد أقل من أسبوعين البنت مو عاجبها الوضع هناك، مو عاجبها الشغل، فقامت تسبب مشاكل. فالصالون قرر أنه يطرد البنت، وكانت الأم قريبة أنها تنطرد مع بنتها لولا أن الصالون عارفين أم عندها بنات وفي ناس محتاجينها فما يقدرون يطردونها، ورحموها بشكل إنساني يعني. بعد فترة من الزمن مريم بطبيعة الحال فشت من والدتها، حاولت تبحث عن طريقة أنها تتخلص من والدتها، فما لها إلا أنها ترجع لأبوها. وحكت لأبوها القصة كاملة، وقرروا أن الأب والبنت الكبيرة اللي هي مريم أنهم يقضون على أمهم. بعد فترة من الزمن قرر أبوها أنه يجيب فكرة أن الأم سافرت، وأنه هو راح يقعد مع البنات بأحقية له أنه يقدر يشوف بناته، وأن الأم مانعته لا يزورهم، ويحاول يستعطف الناس. طبعا مريم وأبوها قتلوا أمهم والعياذ بالله، خذوها وخبوها في غرفة النوم
وقالوا للناس إن أمنا مسافرة وإن أبونا راح يجلس عندنا 3 إلى 4 أيام على ما ترجع أمنا من السفر وهي اللي راح تحتوينا. فمر يوم يومين، ولا البنات الصغار صارت تصرفاتهم جدا غريبة، صاروا يشترون معطرات كثير في البيت. كان أحد جارات أم مريم لها تجارة في بيع البخور والأعواد، فصاروا البنات يشترون بشكل دوري وبشكل كثير مرة. وجارات أم مريم فقدوا أمهم، مستحيل أن أم راح تترك بناتها بالطريقة هذه. وبدأت رائحة تطلع في الشقة أو في العمارة، فقاموا يتضررون أهل السكن كامل. فتواصلت صديقة أم مريم مع المالكة وقالت يعني شوفي شو الوضع، الأم مختفية، البنات وضعهم غريب، العمارة فيها ريحة، أكيد في حاجة. فجاءت المالكة وأخوها عشان يتفقدون الوضع. يوم طقوا الباب على بيت مريم وأبوها، واللي هو بيت أم مريم، فتح أبوها الباب وكان بصدد شديد إنه ما يبي يدخلهم الشقة، ولكن أخو المالكة كسر الباب ودخل، وكان راح يهرب أنت يا زوج أم مريم، ومسكوه وحصلوا أنهم ذبحوا أمهم المسكينة وحطوها تحت السرير. مقصدنا من هذه القصة يا جماعة الخير المخدرات والخراب، أشياء والعياذ بالله الله يبعدنا وإياكم من هذه الأشياء. أشياء جدا تدمر الحياة، تدمر مستقبلك، تدمر حتى الوعي عندك، تخليك تسوي أشياء أنت ما أنت في وعيك. أتمنى يا جماعة الخير أني وفقت في التقديم، بما أنها أول قصة لنا يا جماعة الخير. بإذن الله أن التقديم راح يتحسن أكثر وأكثر. إذا أنتم عندكم اقتراحات، قصص، مواضيع معينة، راح يكون كل أسبوع بإذن الله في حلقة قصص مع فالح. فبس ما بيطول عليكم، إذا عجبتك القصة لا تنسى تشترك بالقناة، فعل جرس التنبيهات، وانشر المقطع لأخوياك. بس كان معكم فالح وفتى، نراكم على خير إن شاء الله.